في أمريكا، وهي الحقيقة أهم بطولة في العالم للقوة. الملازم أول مصطفى هشام العراقي قدر بالفعل ان هو يحصل على ميداليتين ذهبيتين، وبكده يكون حطم الرقم القياسي للناشئين تحت سن 23 في اللعبة. طبعا مصر مشاهدينا شاركت في البطولة العالمية دي ب3 لعيبة فقط، في حين شاركت كل دول العالم بأكثر من 10 لعيبة، يعني كمان عندنا 3 بس يا كابتن، صح؟ تمام. تمكن الأبطال ال3 دول من تحطيم الرقم القياسي العالمي بالفعل، وحصلوا على 5 ميداليات ذهبية، وده إنجاز جديد بيضاف لرصيد مصر عالميا وفي هذه اللعبة دوليا. أنا في البداية برحب بيك كابتن طبعا ونقيب مصطفى العراقي، وأنت ضابط شرطة بالأساس ملازم أول. تمام. يعني ببارك لك حصولك على الميداليتين، واحكي لي الأول البطولة جات لك إزاي؟ أنت بتلعب من زمان ولا لأ؟ إيه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وأول حاجة طبعا بعد فضل ربنا، الفضل طبعا لوالدي ووالدتي، هم من وانا صغير هم اللي بيشجعوني على الرياضة عامة. من صغري لحد ان هم السبب في اي انجاز وصلت له، اذا كان في الرياضة او في حياتي او في شغلي. وبعد كده احب اشكر وزير الداخلية السيد اللواء مجدي عبد الغفار، انه من وانا في الكلية كان بيتيح لي فرصة ان انا اطلع من الكلية اتمرن واخش بطولات. وبعد كده لما اتخرجت وتعينت هو كان ليه دور اساسي ان انا اسافر لامريكا وان اشارك في البطولة دي والله. وده كان دافع ليا ان اعمل انجاز. والحمد لله انا عملت انجاز وجبت ميدالية ذهبية، ويعتبر ان انا اول ضابط شرطة يحصل على مركز اول في بطولة عالمية. بعد كده طبعا الحمد لله الفضل يرجع للكابتن بتاعي الكابتن محمد سعيد بطل عالم، وده كان معايا في البطولة. ده حصل على مركز اول برضو، هو اللي علمني يعني ايه باور ليفتنج، يعني ايه قوة بدنية، ازاي العب. هو معايا في النادي، معايا في السفر، هو كان اساس في اني اوصل لحاجه الحمد لله. حلو قوي. احنا ابراهيم معانا يعني صور دلوقتي من البطوله اللي انت شاركت فيها. تمام. ده كان من امتى تحديدا؟ البطوله بدات ميزان كان يوم 6. بدات من يوم 7 خلصت الشهر ده. شهر 11. خلصت يوم 13 وخلصت يوم يعني لسه من كام يوم. ايه اللعبه دي؟ يعني ايه الرفعه المميته دي؟ هي البطولة اسمها WBC. الرفعة المميتة دي هي الرفعة الثالثة، هي ديد ليفت، آخر الرفعة يعني. آخر رفعة. زي ما في الفيديو شغال. هي أول رفعة كانت السكواتس، الرجل. دي أنا ليا فيها 3 محاولات. المحاولة الصحيحة اللي بأكبر عدد كيلوهات اتشالت دي بتتحسب. أكتر عدد كيلوات دي اللي بتتحسب. أنا ليا مثلا 3 رفعات سكواتس. الاولانيه نفترض مثلا عملت 200، الثانيه 250، الثالثه 300. الصح فيهم ال3 صح بياخد ال300، 250 صح وال300 غلط بياخد 250. ايوه. دي اول رفعه. ثاني رفعه البنش. الثالثه الديد ليفت، هي اللي شغاله دي دلوقتي، دي الرفعه المميته بالعربي. دي وانا يعني في انا حطمت 4 ارقام عالميه. ما شاء الله. في الرجال انا دخلت ناشئين ورجال. في الرجال في الديد ليفت عملت رقم عالمي برضه في نفس البطوله ديت ولا في البطوله دي؟ في البطوله ديت كان ناشئين ورجال. ما انا دخلت البطوله ناشئين ورجال. ما البطوله فيها كذا